الجهاز الفني نادي الزمالك بيضحك على وضعنا في الدوري المركز الخامس. الزمالك في المركز الخامس في الدوري. هنتكلم في الفيديو عن وضع الزمالك في الدوري وعن لعيبه الزمالك وعن الخساره امام انبي. بعد اذن الناس محدش يروح في اي حته، تعالوا نتكلم بصراحه في الفيديو. طيب، ده اول فيديوهاتي على اليوتيوب من فترة كبيرة جدا. الناس كلها تدعمني، تعمل سبسكرايب للقناة ولازم تعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس وتقول لي وجهة نظرك في الكومنتات. الزمالك بيخسر من انبي في ماتش، ليه يا حبيبي بتعمل كده يا بابا؟ كخ يا حبيبي، انت لسه كسبان الترجي وعندك ماتش امام بلوزداد. انت بتبني اللي انت عملته في الترجي، انت هدمته امبارح امام انبي. الزمالك امبارح فقير فنيا، عنده لعيبه فقيره يعني ايه فقيره؟ يعني مفلسها كوره. الزمالك اللي المفروض ياخد الدوري عنده لعيبه مفلسها كوره. محمد عبد الغني مفلس، دونجا معرفش عايز ايه، رؤى مفلس. عندك بقى قدام مصطفى شلبي امكانياته محدوده جدا، لا بيلعب بدماغه ولا بيشوط ولا بيقطع جوه منطقه الجزاء ولا بيعمل اسيست. معرفش هو بيلعب ليه، بس هو مفيش غيره. ولكن امبارح الزمالك خسر امام اسوان وامام المحله وامام فاركو وامام الاهلي وامام انبي في 4 ماتشات من ال5 ما عدا ماتش الاهلي. الزمالك كل الفرقه دي الزمالك دخل في مرماه اهداف في الشوط الاول، ولما بيخش فيه اهداف في الشوط الاول مش بيعرف يتعادل ولا بيعرف يجيب جون. ده بسبب شخصيه الفرقه الضعيفه. الزمالك لما كسب الترجي، لو الزمالك كان دخل فيه جون امام الترجي الماتش خلص. الزمالك مش بيعرف يعمل ريمونتادا، شخصيه لعيبه الزمالك ضعيفه. وعلى سبيل اخر الجهاز الفني نادي الزمالك بيضحك على خيبتنا وعلى وضعنا. هو ده الزمالك تحفل على الاهلي امبارح بسبب خسارته امام صن داونز 5-2، والنهارده هيتحفل عليك عادي جدا عشان خسرت من انبي 2-0. لعيبه انبي رفيق ابو ده امبارح انا ما اعرفش هو ايه ده. انا حاسس ان احنا بنلعب السكند تيم بتاع صن داونز. الزمالك عنده مشكله كبيره في جوده اللعيبه، مش جوده، لا جوده اللعيبه. محمد عبد الغني امكانياته لا تليق بنادي الزمالك، دونجا كذلك، رؤى كذلك، مصطفى شلبي كذلك، سيف الدين الجزيري امبارح كان النور قاطع عنه، مفيش اي دعم ليه. تلاقي بيرفعوا الكوره سيف الجزيري وهو حواليه 4 مدافعين، يعني هيطير ياخد الكوره ويمتصها وينزلها على رجله ولا يعمل ايه محدش عارف. هو ده نادي الزمالك. امبارح بنلعب انبي، لازم تكسب، انت مركز الخامس، ده الاتحاد فوقيك وفيوتشر فرق 9 نقط بينك وبينها. ده يا حبيبي انت عايز تلعب في افريقيا السنه الجايه. انا ما اعرفش عقليه اللعيبه، والناحيه الثانيه الجمهور بينادي على افريقيا. يا حبيبي ما انت بتلعب في الدوري المركز الخامس، مش هتلعب في افريقيا السنه الجايه، لا كونفدراليه ولا دوري ابطال افريقيا. طب هتعمل ايه؟ الزمالك عنده مشكله كبيره في عقليه بعض لاعبي تعبانه جدا جدا جدا. هتقولي الزمالك طيب الحل ايه؟ الحل في اداره قويه، الحل في جهاز فني قوي ما بيضحكش واحنا خسرانين، الحل في لجنه تعاقدات، الحل في مدير كوره ذكر، الحل في لجنه كوره عندها صلاحيات كبيره ونبعد مجلس الاداره عن الفرقه. الحل في حاجات كتير جدا. الحل في قطاع الناشئين. ما تقوليش ان سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه ونيمار دول ناشئين. يا حبيبي دول عندهم 22 و23 سنه، ناشئين 16 و17 سنه. ده فين؟ محترفين ما عندكش محترفين، صفقات ما عندكش صفقات، ولا صفقه الزمالك تعاقد معها هذا الموسم طرقعت وعملت ولا صفقه. جايب لعيبه بملايين الملايين، ولا صفقه
عمل 40% من مستواه. اعتقد ان الزمالك عنده مشكله امبارح، لا عارف يضغط ولا عارف يستخلص الكوره ولا عارف اللعيبه تمركزها سيء. اللعيبه كلها مش بتتحرك لبعض، مفيش اي حلول في الملعب، مفيش اي تغييرات صح، كلها تغييرات بيصلح اللي عمله الشوط الاول. مش عارف بيلعب بثلاثه في نص الملعب امام انبي ليه؟ انت عندك ثلاثه في نص الملعب كارثيين. سيب سيف فاروق جعفر على جنب، ولكن دونجا ورؤى ما ينفعش يلعبوا تاني من وجهه نظري. خلاص محمد عبد الغني ما ينفعش يلعب تاني من وجهه نظري خلاص. الزمالك هو ده. حفلت على الاهلي، اتحفل علينا امبارح بسبب الانابيب. ولكن بيقول لك الفرصه الاخيره امام بلوزداد. هو انت حتى لو كسبت بلوزداد وصعدت، اللعيبه اللي عندك دي تاخد بطوله افريقيا؟ دي لعيبه مزاجيه بتلعب يوم او يوم لا. دي لعيبه دماغها فيها حاجه. المركز الخامس ونازلين بيدلعوا. اتمنى يكون كلامي عند حسن ظنكم، واتمنى الناس تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، ولازم تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وان شاء الله باذن الله ربنا يصلح حال نادينا باذن الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. سامي اوفسايد، هتلاقيني على السوشيال ميديا كلها، هتلاقي لينك فيديوهاتي كلها في الوصف. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، واستنونا في فيديوهات جديده باذن الله. سلام.